رجاله الثالثه ثانوي اللي ضايعين في الاحياء، اللي ما يعرفوش اي حاجه في الاحياء. خلاص خلصنا الحمد لله منهج الترم الاول، وعشان نتمم لك على منهج الترم الاول عاملين لك معسكر دكتور، جايزه في الاخر، امتحان على $100. ايوه للي هيطلع الاول في الامتحان. طب يا دكتور الموضوع صعب والمنهج صعب، لمن لك المنهج كله على بعضه الترم الاول في 4 ورقات زي دي. طب يا دكتور بكام؟ هديه. طب يا دكتور هنعمل لنا كتاب، كتاب 1400 سؤال. يا دكتور بكام؟ هديه. تواصل معانا بس وخلاص على الواتساب، ويلا بينا ندخل معانا نشوف تفاصيل المعسكر عامله ازاي. قالوا لي مش هتقدر، قالوا لي مش هينفع، قالوا لي ما تحاولش ما تكملش لف وارجع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد. معكم دكتور احمد فايد، وباذن الله النهارده عاملين لك معسكر قوي جدا هيلم ماده الاحياء. يا باشا ضايع في الاحياء، ما تعرفش اي حاجه في الاحياء، الدنيا ضايعه معاك في الاحياء، تعالى بينا. هنعمل ايه؟ هنعمل شرح وهنعمل حل وهنعمل امتحانات، وهنعمل امتحان شامل في نهايه المعسكر الجائزه بتاعته $100. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ندخل نشوف معانا التفاصيل. يا دكتور انا كده هحتاج ان انا اذاكر كتير، هحتاج شهر 8 و9 و10 و11 و12، يعني 5 شهور. انت هتلمه لنا في قد ايه؟ في 15 يوم بس وخلاص، مش اكتر من 15 يوم. طب انا كده بالنسبه لي هذاكر كل يوم كتير؟ لا انا عايزك كل يوم ساعتين بس وخلاص، يعني كل يوم مذاكره ساعتين. هقدر الم منهج عندي هنا 5 شهور، يعني 150 يوم في 15 يوم. ايوه وده اللي احنا باذن الله عاملينه. ولو انت ما تعرفش اي حاجه او ضايع هنلم ده كله. طب يا دكتور اكيد بقى السعر خزعبلي، السعر تقريبا بشهر في السنتر. فانت حضرتك هتتواصل معانا واتساب على الرقم بتاعنا اللي هو انا سايبه لك برده في اول كومنت، هتلاقي كل التفاصيل معانا بتاعه المعسكر. اول حاجه ايه الجدول بتاعنا اللي احنا نمشي بيه في المعسكر؟ دكتور انا بحب شرح الشاشه، دكتور انا بحب شرح السبوره. انا عامل لك الاثنين يابا. دكتور انا عايزك تشرح معايا لايف اكني باخد في درس برايفت بالظبط. هنعمل ده كده. اول حاجه الدعامه كامله من شرح الشاشه. الدعامه في النبات التركيبي، وكذلك عندي الدعامه لما تيجي تبص الدعامه في الانسان. هنشرحها يا باشا كلها على بعضها في 3 ساعات. ايوه في 3 ساعات. يعني انت لو بتتفرج على الفيديو على 1 وربع 1 ونص كده يا باشا تلاقي نفسك خلصتها في اقل من 2 اصلا. طب يا دكتور لما نيجي نتكلم تاني يوم بقى هيبقى يوم صعب بقى، ويوم مفيش زيه. لا اليوم التاني اعادة شرح اليوم الاولاني اللي كان على السبورة، هنشرحه لك على الشاشة، تأكيد معلومات ويثبت لك المعلومة في مخك ويخلي الدنيا تبقى مفهومة. طب يا دكتور انا عايز حد يتابعني، هنتابع على الجروب، هنعمل متابعة معانا على الجروب، هنعمل متابعة في نظام اسئلة اعرفك ازاي تحل الاسئلة ديت. طب يا دكتور الحركة، احنا كده خلصنا الدعامة في يومين. خلصت الدعامة في يومين، بسيطة. نيجي بعد كده على الحركة يا باشا. هنبدأ ان شاء الله نشتغل الحركة شرح على الشاشة. وبعد ما شرحنا الحركة على الشاشة يا دكتور هندخل بعد كده يا باشا نشرحها لك على السبورة مرة تانية. هنا هتشرح على السبورة وهنا هتشرح على الشاشة، يبقى انت تشوف اللي هو الشرح بتاع الشاشة تغذية بصرية بالنسبة لك. ولو انت عمال الكتاب عمال ماسك ايدك كده ورقة وقلم عمال بتكتب حاجات بسيطة، انما شرح السبورة انا عمال بكتب كل حرف قدامك، انت بتكتب ورقة كل حرف برضه بيتقال، عشان يا باشا يبقى الدنيا ثبتت، يبقى انت ذاكرت وفهمت ولخصت بايدك. شرحنا بعد كده في لايف هنبدا نحل معاك فيه على الدعامه والحركه. ايوه عايزين نحل. دكتور هتعمل ايه معانا في اللايف؟ هنبدا نجاوب، هنبدا اسالك وانت تسالني، ويا باشا هنبدا نجاوب، والموضوع هيبقى جميل جدا جدا. واللايفات معانا في قمه التحفه، هتبقى اكتر حاجه هتبسطك هي اللايفات دي، لايفات الحل. طب هنحل منين؟ من 3 مصادر: كتاب الامتحان وهينزل لك الفيديوهات بتاعته، كتاب التفوق وهينزل لك الفيديوهات بتاعته. اما اللي هنبدا نحله مع بعض الا وهي مذكره المعسكر. بكام؟ ببلاش، هتنزل لك PDF. طب يا دكتور اسئلتها صعبه؟ اسئله تقيله جدا جدا جدا. طب والازهر كتاب المرشد هنبدا نحله، نزل الاصدار الجديد من كتاب المرشد وهنبدا نحل ان شاء الله معاك. طب يا دكتور في اللايف ده هتقول لنا في افكار من اللي هتيجي في الامتحان؟ هقول لك افكار من اللي هتيجي في الامتحان. فيلا بينا على اللي بعده. اليوم السادس هنشرح الهرمونات كامله، والهرمونات كامله مش هتقعد معانا غير 3 ساعات بس وخلاص. بعد كده هنشرح الهرمونات برضو مرة تانية على السبورة عشان تكتب كل كلمة تبقى فهمت وحفظت خلاص، مش عايز اكتر من كده. هندخل بعد كده في اليوم الثامن لايف هنحل فيه برضو، هيبقى لمدة 3 ساعات هنحل فيه على الهرمونات وافكار الهرمونات بكل تفاصيلها. نيجي بعد كده على اليوم التاسع هنحل على الدعامة والحركة والهرمونات. هتلم الدعامة وهتلم الحركة وهتلم الهرمونات. طب يا دكتور الفيديوز بتاعت المنصة لو انا راكمت مش هتراكم،
عشان انا هتابعك معايا اول باول، انا اللي هتابع بنفسي باذن الله. طب لو راكمت، لو حصل ظروف، الفيديوز بتفضل موجوده معاك لاخر السنه عادي، لحد شهر 5 شهر 6 ان شاء الله معاك. طيب باذن الله اليوم العاشر التكاثر قبل النبات الزهري، اول درسين باذن الله في التكاثر هنلمهم لك، والموضوع هيبقى سهل وبسيط فيه. بعد كده في اليوم ال11 التكاثر في النبات الزهري، في اليوم ال11 هيبقى فيه تكاثر عندنا في النبات الزهري. في اليوم ال12 على فكره اليوم ده سهل وبسيط جدا جدا جدا، ممكن نعمل لايف معاك فيه. طيب في اليوم ال12 هنخلص في التكاثر في الانسان، وهتشوف كل حاجه بعينك على الشاشه، وهنشوف كل ده على الشاشه وعلى السبوره. طب يا دكتور التكاثر في الانسان هيبقى في اليوم ده متابعه، احنا خلصنا كده التكاثر، خلصنا المحتوى، لا لسه ما خلصش المحتوى. هيبقى في اليوم ال13 لايف هنحل فيه لمده 3 ساعات، ايوه هنحل فيه مع بعض، وافكار هعرفك ازاي تحل وازاي تجيب السؤال حتى لو انت ما انتش عارفه. في اليوم ال14 هندخل مع بعض ان شاء الله لايف الخلاصه، لايف كل الافكار بتاعت الدعامه والحركه والهرمونات، هيبقى فيه افكار كتيره جدا. وهسيبك يومين فاضي كده يا باشا، سيبك يومين فاضي، وندخل بعد كده على الامتحان الشامل. الامتحان الشامل هيبقى صعب، هيبقى صعب، هيبقى تقيل، هيبقى تقيل، على $100 وعلى بلطو وعلى سماعات. اول 5 مراكز هياخدوا بلطو وسماعه، والاولاني هياخد $100 وبلطو وسماعه. طب يا دكتور معنى كده ان سيادتك حضرتك دلوقتي هتجيب الامتحان صعب؟ طبيعي هيبقى الامتحان صعب، هيعقدنا؟ لا، هيبقى فيه افكار من امتحانات اخر السنه، هيبقى فيه افكار في امتحانات اخر السنه. يعني الامتحان لو 50 نقطه انا هجيب لك 30 نقطه كويسين جدا سهلين جدا، بعد كده 10 نقط صعبين، و10 نقط عايز عيل متفوق، عايز عيل جامد. دكتور طب الورق بتاع التلخيصات والمذكرات، ده ورق التلخيصات 5 ورقات هينزلوا لك PDF على جروب التليجرام يا باشا مجانا. فانت حضرتك ادخل على جروب التليجرام، هينزل لك برضو عليه اسئله واحنا بنحل. ديت المذكره بتاعتنا، المذكره كذلك هتنزل لك PDF موجوده على جروب التليجرام، ان شاء الله هنزلها لك. طب يا دكتور افرض انا عايز المذكره تطبعها لي ورقه وتبعتها لي وتمضي لي عليها، عيوني ابعت لي على الواتساب، وان شاء الله هيبقى اقوى معسكر هيلم كل اللي فاتك باذن الله. ربنا معاكم ويوفقكم ويشوفكم على خير دايما يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.